الأشياء الغريبة. يوم من الأيام وهو يمشي عند السوق الشعبي لفت انتباهه شيخ كبير يبيع أشياء قديمة وغريبة. من بين الأشياء كان فيه مفتاح فضي يلمع وشكله مرة غريب، وكأنه ما يفتح أي نوع من أنواع الأبواب اللي نعرفها. سعود قرب وسأل الشيخ: وش هذا المفتاح؟ وش يفتح؟ الشيخ رد بابتسامة غريبة: هذا مفتاح الأسرار، لكنه ما يفتح باب، يفتح لك الطريق للحقيقة اللي تدور عليها من حولك وانت ما تدري عنها. طبعا سعود بفضول المعتاد اشترى المفتاح ودفع كل اللي معاه، وأخذ المفتاح ورجع البيت، وجلس يناظر المفتاح ساعات يحاول يفهم وش سره، لكن بدون فايدة. في الليل وهو نايم حلم بحلم غريب، شاف فيه باب خشبي كبير وسط البر وهو واقف لحاله، ما له جدران أو بناء حواليه. صحى سعود وهو مو فاهم شي، لكن الحلم صار يتكرر كل ليلة. قرر سعود يطلع البر ويشوف إذا كان الحلم له معنى. وبعد ما دار في المنطقة اللي بالحلم لقى نفس الباب كان واقف وحيد قديم ومليان نقوش غريبة، وما حد يدري وش قصته. طلع المفتاح من جيبه وحاول يفتحه، ولما دار المفتاح الباب ما فتح بالطريقة اللي توقعها. فجأة صار في صوت ريح مرة قوي، والأرض تحت رجوله تغيرت. حصل نفسه في مكان ثاني تماما، كان أشبه بغرفة قديمة مليانة صناديق وأوراق مرة قديمة. بدأ يفتش ولقى صندوق صغير فيه صور ورسائل مكتوب فيها أسرار عائلته، واكتشف إن أجداده كانوا مخبيين شيء ثمين وثروة ضايعة من سنين، لكن ما حد كان يدري عنها. الأيام اللي بعدها سعود صار يقرأ الرسائل اللي فيها تلميحات عن مزرعة قديمة في طرف القرية. المزرعة كانت ملك أجداده، لكن صارت مهجورة من سنين طويلة، والرسائل كانت مليانة رموز غريبة وكأنها ألغاز، وكل رمز يعطي تلميح جديد عن مكان الثروة. في أحد الأيام سعود نزل لقبو المزرعة ولقى خريطة محفورة على خشبة قديمة عليها علامة إكس في منطقة قريبة من بئر مهجور، وقرر يروح للمكان هذا رغم أن الكبار في القرية كانوا يحذرون منه ويقولون أنه مسكون. وصل سعود للبئر وكان المكان مهجور ومخيف، لكن فضوله كان أقوى من أي خوف. نزل البئر باستخدام حبل قديم لقاه معلق تحت، ولقى صندوق حديدي كبير، لكن الصندوق كان مقفل بقفل يشبه المفتاح الغريب اللي اشتراه. طلع المفتاح بيد مرتجفة وحاول يفتحه، ولما دار المفتاح
سمع صوت طقطقة، وفجأة الصندوق انفتح. داخل الصندوق لقى كيس مليان عملات ذهبية قديمة وأوراق ملكية لأراضي واسعة. لكن الشيء اللي لفت انتباهه أكثر كان رسالة مكتوبة بخط يد أجداده: إذا لقيت هالثروة تذكر إن ما هي إلا وسيلة، لأن الأصل فيك أنت وقيمتك، استخدمه بحكمة. في اللحظة اللي قرأ فيها الرسالة سمع سعود صوت ضحكة خفيفة، وكأن أحد كان يطالعه طول الوقت. ولما طلع من البئر شاف الشيخ الكبير اللي باعه المفتاح ينتظره بعيد، لكن اختفى بعد ما لمح سعود. بالنهاية سعود استخدم هذه الثروة ليصلح المزرعة حق أجداده، واستخدمها لتحسين حياة أهل القرية، وصار معروف بأنه الشخص